يا سلام على القرمشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. جيتكم بوصفة السفنج كما راكم تشوفوا، ناجح 100% ويجيكم مقرمش ومشلفط. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي ملعقة صغيرة نتاع خميرة الخبز، ملعقة صغيرة نتاع السكر، وزوج كيسان نتاع الماء الدافئ. ديما الكاس اللي تعبروا به كملوا به. نخلطوا بالفوي مليح المكونات حتى يتجانسوا لي مع بعضهم، ونزيد زوج كيسان نتاع الفرينه. نخلطوا شوفوا حتى يعود لي كيما البقرير. راكم تشوفوا كيما هكذاك. راح نخليه يرتاح 10 دقائق، ما نزيدوا لا فوقها لا تحت، نخليهم يرتاحوا ومن بعد نزيدوا نكملوا المرحله الثانيه. قلت لكم راح نخليه يرتاح مش يخمر. راح نزيد الكاس الاول والملعقه صغيره نتاع الملح. الملعقه تكون ماهيش معمره باش ما يجيكمش مالح. ملعقه يعني ملعقه صغيره نتاع القهوه. ونزيدوا نخلطوا المكونات مع بعضهم، ونزيد الكاس الثاني. كما راكم تشوفوا هنايا راني ضفت زوج كيسان نتاع فرينه، وراح نزيد الثالث نخلطوا بهذه الطريقه مليح حتى يتجانسوا لي. وانتم تخلطوا في العجين تاعكم، حاولوا انكم تخبطوه بهذه الطريقه باش يجيكم خفيف هنايا. بهذه الطريقه ضربوا هذا العجين تاعكم هكذاك، اخبطوه بهذه الطريقه. وراح نضيفوا حنايا الفرينه تدريجيا. الكأس الرابع راكم تشوفوا فيا راني نضيف فيه حتى كي شفت اذا مخصوص ولا مش مخصوص، كل واحده ونوعيه الفرينه نتاعها. بصح لا بليبار كامل تزيدوا الكأس الرابع نتاع الفرينه بهذه الطريقه حتى تلمت لي العجينه نتاعي وراها مازالت خفيفه. راح نلمو، ما تخافوش من العجينه، عادي راح تلم لكم وهي خفيفه هكذاك وطريه. ومن بعد نجيب منديل وراح نغطيها ونخليها ثانية 10 دقائق تريح. ومن بعد نعاود نضربها بهذه الطريقه، شقن نحرك ولا نخلط هذاك العجين نتاعنا، يعني حوالي 2 دقائق فقط. ومن بعد نخليها تخمر في قارضها، تخمر لكم مليح وتضاعف لكم. راح نديرها ديبول صقار. نجيب الطبسي نتاعي مدهون بالزيت، ديما ساعدوا ايديكم بالزيت، ديروا الزيت في ايديكم وديروا ديبول هكذاك صقار. ومن جهه عندي زوج مقلات، مقله واحده صغيره فيها شويه نتاع زيت برك، والمقله الثانيه راح تكون يعني فيها كميه كبيره على الاخرى نتاع الزيت. راح نجيب انا العجينه نتاعي ونساعد ايديا بالزيت ونحلها بهذه الطريقه. شوفوا ديروا ثقب في الوسط، ما تخافوش من العجينه. راح نجيب المقله الاولى اللي عليها شويه نتاع زيت والنار متوسطه، نحط فيها العجينه نتاع السفنج نتاعي على نار متوسطه باش ما يشرب لكمش الزيت. ومن بعد راح نهز هذاك السفنج وراح نحطه في المقله الثانيه اللي فيها الزيت كميه كبيره على الاخرى. وكما راكم تشوفوا مانيش مكثره ثاني الزيت، راح نخليها شوفوا ما تلوحوا فوق الزيت ما والو، راح يتنفخ وحده. من بعد كي نقلبها رايحه تتنفخ هذيك السفنج ورايحه دير هذوك الفقاعات وتشلفط لكم. خلوها تحمر، والاهم انها تكون على نار متوسطه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شوفوا في هذه الطريقة، هذه المقلة الأولى، والمقلة الثانية هزيتها وحطيت فيها بهذه الطريقة. إن شاء الله كون فدتكم، ماهوش رايح يشرب لكم الزيت، يعني راح يجيكم ناشف وفارغ من داخل ويقرمش. جربوه ماكمش رايحين تندموا، سيرتو في الشتاء مع الجو بارد، مع قهوة حامية مع الصباح. ديري سفنجات الله الله من تحت يديك. نقولكم تلاقوا في فيديو آخر. سلام.